الساعة كانت حوالي 6 الصبح. تامر واقف قدام المراية وهو بيحلق دقنه. النهاردة 15 نوفمبر والتاريخ ده كان محفور في دماغه زي الوشم، بس هو مش عارف ليه. كل سنة في اليوم ده بيحس بقلق غريب، كأن في حاجة وحشة هتحصل. يلا يا تامر انت متأخر. ده كان صوت امه وهي برا الحمام بتندهله. لبس هدومه بسرعة وخرج من البيت، بس مش قادر يتجاهل الشعور الغريب اللي بيحسه. في الأتوبيس سمع واحد عجوز بيتكلم مع صاحبه، بيقول له: ايوه والله، كل سنة في اليوم ده بالذات البيت بيظهر في اخر شارع الملك ناصلي، بس محدش بيقدر يدخله ويطلع منه سالم. تامر حس احساس غريب في جسمه كله. كلمة البيت دي رنت في دماغه زي جرس انذار، بس مش فاكر ليه ولا عارف ايه السبب. في الشغل تامر مش قادر يركز خالص. كل شوية يلاقي نفسه بيكتب على ورقة كلمة البيت، شارع الملك ناصلي، 15 نوفمبر، كل ده بدون ما يحس. احمد زميله سأله: انت كويس يا تامر؟ قعد كده جنبه: شكلك تعبان النهاردة، في حاجة؟ قال له: مش عارف والله يا أحمد، حاسس إن النهاردة في حاجة مهمة بس مش فاكر في إيه. أحمد بص للورقة اللي تامر كاتب فيها شارع الملكة ناصلي. قال له: ده شارع مهجور من زمان، مفيهوش غير عمارات قديمة وخرابة، رايح هناك تعمل إيه؟ قال له: مش عارف بس لازم أروح. الساعة جت 8 بالليل. تامر ركب تاكسي ووشه ما كانش طبيعي، كان في حاجة زي ما يكون مغضوض، وقال للتاكسي: شارع الملكة ناصلي من فضلك. السواق كان عجوز، بصله في المراية كده قال له: انت متأكد يا باشا انك عايز تروح الشارع ده؟ الشارع ده مقفول من سنين ومليان حكايات وحاجات غريبة. قال له: ايوه متأكد. السواق هز راسه وسكت تماما. لما وصل اول الشارع قال له: مش هقدر ادخل اكتر من كده، طريق مقطوع، بس خلينا انصحك ما تفضلش هناك لوحدك. تامر اداله الفلوس ونزل. الشارع كان ضلمة تماما، مفهوش عمود نور واحد شغال. قطط الشوارع الضالة كانت بتعيط بصوت يرعب، والرياح كانت بتخبط في الشبابيك المكسورة. تامر مشي خطوات قليلة ولقى نفسه قدام بيت مختلف تماما عن باقي البيوت المهجورة. البيت ده كان كامل، شبابيكه سليمة، بابه خشب أحمر بيلمع، وفي نور خفيف كده طالع من جواه زي ما يكون حد عايش فيه. قلب تامر بدأ يدق بسرعة أول ما شاف اليافطة الصغيرة اللي على الباب مكتوب فيها: أهلا بيك يا تامر، كنا منتظرينك. قال لنفسه: ده مش ممكن، أكيد بيتهيألي. فجأة الباب اتفتح لوحده بصوت مخيف. من جواه سمع صوت ست عجوزة بتنده: تامر يا حبيبي، تعال جوه، ده بيتك. دخل تامر وهو حاسس ان رجليه بتمشي لوحدها. البيت جوه كان مليان بالتراب والعناكب، بس في نفس الوقت حاسس ان هو كان موجود هنا قبل كده. الصالة كانت واسعة، فيها كراسي قديمة متغطية بقماش أبيض، ولوحات كتير على الحيطان متغطية بالتراب. لكن اللي خلاه يخاف أكتر الصور اللي كانت تحت الإزاز، كانت كلها ليه بس وهو طفل صغير. انت فاكرني يا تامر؟ الصوت جه من وراه. بص بسرعة لقى ست عجوزة واقفة هناك، لبسها اسود ووشها شاحب زي الميتين. عيونها كانت بيضة تماما، ما فيهاش اي حاجة. قال لها: مين انتي؟ مين انتي؟ انا الست فايزة اللي كنت بتجيلي كل يوم لما كنت صغير. انت كنت بتحبني جدا، كنت بحبك زي ابني. الذكريات بدأت ترجع لتامر زي البرق. ايوه ايوه، فاكرك. انا كنت وقتها عندي 7 سنين، كنت باجي للست فايزة في البيت ده كل يوم، وهي كانت بتديني حلويات، بس انتي كنتي. تامر بلع ريقه: مش انتي كنتي متي؟ الست فايزة ابتسمت له ابتسامة مخيفة، ولما ابتسمت سنان سودا ظهرت منها شكلها مرعب. قالت له: ايوه يا حبيبي، انا مت من 20 سنة في اليوم ده بالذات، بس كنت بستناك ترجعلي. تستنيني؟ تستنيني ليه؟ عيونها البيضة بقت تطلع نور في الضلمة كده غريب. عشان انت السبب في موتي يا تامر، انت نسيت يا حبيبي؟ فجأة بدأت الذكريات ترجع له زي السيل الجارف. هو افتكر فعلا في يوم 15 نوفمبر من 20 سنة كان بيلعب في البيت مع الست فايزة، وغصب عنه زقها وهي كانت واقفة على السلم، وهي وقعت على دماغها وقعة شديدة وماتت في الحال. أنا كنت طفل صغير،
دي كانت حادثة غصب عني. حادثة؟ صوتها فجأة بقى زي الزعيق المرعب. انت خلاص عمك دفني في السر وقتها ومحدش عرف اني مت، وانت عشت حياتك عادي بدوني. الحيطان حوالين تامر بدأت تقرب من بعض، والهوا بقى تقيل ومبقاش قادر ياخد نفسه. الصور بدأت تتحرك من حواليه، صور تامر وهو صغير وشكله جواها كان بيصرخ وبيعيط. دلوقتي جه وقت العقاب يا تامر. الست فايزة بدأت تتغير، جلدها بدأ يقع من عليها ويتفسخ، عظمها بدأ يظهر، وشعرها الأبيض بدأ يقع، وصوتها بقى زي صوت الشياطين. كل سنة أنا برجع في اليوم ده بستناك تجيلي، وأخيرا جيت. تامر جري ناحية الباب بسرعة بس لقاه مقفول ومليان بالصدى كأنه مقفول من مئات السنين. مفيش هروب يا حبيبي، انت هتفضل معايا هنا للأبد. مدت ايديها ناحيته، صوابعها طويلة وشكلها مرعب، ولفت ايديها حوالين رقبته. تامر حس بالبرد بيخش جوه كل جسمه، وحس ان روحه بتنسحب من جسمه. اخر حاجة شافها كان نفسه وهو طفل صغير واقف في ركن الأوضة بيبكي وبيقول له سامحني يا تامر، سامحني. تاني يوم الساعة 6 الصبح أم تامر قامت تصحي للشغل زي كل يوم. تامر يا حبيبي قوم. فتحت باب الأوضة، لقيت السرير فاضي، ملقيتش تامر. قعدت تدور عليه وتسأل الجيران والأهالي والأصحاب بس محدش شاف تامر من امبارح نهائي. راحت للشرطة وفضلت تدور عليه شهور بس ملقيتهوش. بعد سنة بالظبط ويوم 15 نوفمبر بالتحديد، أمه لقيته في أوضته رجع لوحده بدون ما حد يعرف كان فين ولا إيه اللي حصل ولا رجع إزاي. وفي نفس اليوم واحد من السكان شاف بيت غريب في شارع الملكة ناصلي، بس كان مليان نور شاحب، وسمع صوتين جوه، صوت ست عجوزة وصوت شاب بيتكلموا ويضحكوا. ولكن أغرب حاجة إن على باب البيت كان مكتوب بالدم الأحمر أهلا بيك يا ضيفنا القادم، كنا منتظرينك. والبيت فضل يظهر كل سنة في نفس اليوم يستنى ضحية جديدة. خلي بالك لو عديت من قدام البيت ده اوعى تدخله،